السلام عليكم. ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب كده دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. طبعا بقى عايزه اقول لكم بدون مقدمات ان انتوا وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. هو اي نعم من فتره بعيده شويه بس مش مشكله، المهم ان انتوا وحشتوني. المهم طبعا قبل ما نبدا فيديو النهارده كده تعالوا نصلي ونسلم الاول على رسولنا الكريم علشان نلم حسنات كتير كتير. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى راجع لكم بوصفة سهلة وسريعة وبسيطة، وبخمس دقايق بس هنعمل الكريم كراميل بأسهل طريقة. هقولك ازاي نعملها كده بباكو دريم، وازاي نعملها كمان بالسكر من غير ما نشتري اي مكونات من بره. كان عندي كده حوالي كوباية ونص من اللبن، قلت ايه تعالى يا بنتي يا زوزو نعمل حاجة حلوة للولاد، وكان عندي كده كيس كريم كراميل اللي هو دريم. تمام. وطلعت معلقة نشا واحدة عليه علشان بحب قوامه يكونش سايل قوي، فاهمين ازاي؟ لو مش حابة تحطي او تستبعدي دي بلاش. حطيت رشة فانيليا، معلقة نشا، كيس الكريم كراميل اللي موجود عندي، وكمان حطيت عليهم معلقتين من السكر. بس كده يا زوزو، بس كده يا قلب زوزو. عندي بقى كده الصوص بتاع الكراميل اللي هو بيكون موجود معاكي اصلا في كيس اللي هو كريم كراميل بتاع الدريم اللي انت بتشتريه. طيب لو انت حابه تعملي بقى صوص الكراميل ده من من عندك، ما تشتريش من بره يعني. كل الحكايه هتجيبي حوالي 3 4 معالق سكر كده وتحطيهم في طاسه على النار، واول ما جناب السكر كده تبدا تسيح تبداي تقلبي فيها بالراحه جدا، وتوطي اهم حاجه توطي عليه علشان السكر ما يتحرقش منك، لان طبعا السكر بيتفاعل مع النار وبيتحرق، ولو اتحرق معاكي طعمه بيمرر خلاص. المهم حبيبة قلبي، دي وصفة سهلة وسريعة وبسيطة وحلوة في نفس الوقت، وفي الحر اللي احنا فيه ده كده بتكون حاجة كده يعني ترطب على الواحد في الدنيا الولعة دي. فالمهم عملتها كده والله ما اخدت معايا حاجة خالص. يعني عايزة اقول لكم اسهل وصفة واسهل حاجة حلوة انت تعمليها لولادك كده، ما بتاخدش معاكي اصلا دقايق. اول ما اللبن بقى بيغلي معاكي من الجناب كده بتروحي طفي عليه على طول، زي يعني انت تعمليها معاملة المهلبية او الكاستر او اي حاجة. ده طبعا بقى الصوص بتاع الكراميل اللي هو كان موجود في قلب الكيسة بتاعتي. بدأت ان انا احط ايه عليه من تحت كده على في البولة اللي انا ببقى هغرف فيها، يعني من تحت كده عشان يبقى على وش الكريم كراميل بتاعي. تمام. طبعا بقى لو انتي عملت الصوص ده بالسكر عندك ممكن بقى يعني ما تستخدميش الكيس ده اصلا خلاص. وطبعا الصوص بتاع الكريم كراميل اللي بيبقى او القوام بتاعه بيبقى نفس الشكل كده. طبعا بقى لو حابه تحط عليه بيض حطي، بس صراحه انا مش بس يعني المره دي ما استخدمتش البيض فيه خالص. انا عملته زي ما انت شفتوا كده، كوبايه ونص من اللبن، عليها كيس الكريم كراميل بتاعي ومعلقه نشا ومعلقه وثلاث معالق سكر، عشان يعني ايه يبقى طعمه حلو كده. في ناس بقى بتستخدمه من غير سكر بيبقى زي اللي مزز شويه كده. تمام. طبعا بقى بيكون قوامه سايل بس هو بيربط لوحده زي ما هتشوفوا معايا هيبقى شكله عامل ازاي. خلصت عملت كذا بولة حلوين كده وحطيتهم يبردوا ودخلتهم التلاجة حوالي يعني ما يكملش ربع ساعة. ولو ما دخلتهمش التلاجة اصلا صدقيني مش هياخدوا مش هيسيبوا، يعني برضو هيبقوا جامدين كده. المهم قعدت اتحايل على البولة، يا ستي انزلي، مش راضية تنزل، يا ستي يهديكي ربنا انزلي. المهم في الاخر نزلت. وعايزه اقول لكم والله بجد يعني حاجه سهله وسريعه وبسيطه. ما طلعتش معاكم فيديوهات من زمان، شكرا لحبايب قلبي ونور عيني اللي بيسالوا عليا ويبعتولي ويطمنوا عليا. ما تحرمش منكم ابدا ابدا. ربنا يكبر بخاطركم ويجعله في ميزان حسناتكم يا رب، اللهم امين. وطبعا بقى بعد ما برد كده شويه بتلاقيه مسك نفسه بيبقى عامل زي الجيلي كده عمال يرقص. فبسم الله ما شاء الله كان طعمه تحفه وعجب الولاد جدا. اعملي بقى حاجة حلوة لولادك في عز الصيف اللي احنا فيه ده، حاجة كده تكون دايما يكون عندك في التلاجة حاجة حلوة كده او عصير او ايا كان انت حابة تعمل لهم ايه، طبعا على قد مقدرتك يعني. ففيديو خفيف بسيط في اقل من 5 دقايق كده، او قلت ايه اطلع معاكم في فيديو
فعايزة اقول لكم ان انا بحبكم جدا جدا في الله. استنوني في فيديوهات تانية كتير. استودعكم الله واسيبكم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة.